أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد. أخواني، لنجاح تربية أو لنجاح تزاوج الحصون الأنثى والذكر مع بعض، أخواني يجب علينا أن نعود على وجود الذكر والأنثى المراد تزويجهم في مكان واحد، ويبدأ أخواني هذا على الأقل منذ بداية طرح الريش. يكون الذكر والأنثى في مكان واحد يستمعوا إلى بعض، وطبعا لا نحبذ أن يشاهدوا بعض. هذه أخواني أمامنا الأنثى، وهي الآن في فترة تبديل الريش، وفوقها مباشرة الذكر كذلك دخل في فترة تبديل الريش، ويكون فوق بعض للاستماع إلى بعضهم والتعود على بعض. وهذا أخواني ما سوف من خلاله نحاول أن ننجح هذه العملية، عملية التزاوج أنثى وذكر الحصون مع بعض. وأثناء أخواني انتهاء فترة تبديل الريش ودخولهم فترة الراحة، نبدأ أخواني في رويدا على يعني كل يوم نضع الذكر قفص الذكر أمام قفص الأنثى لمدة يعني نصف ساعة ليروا بعضهم، ثم نرجع الذكر إلى مكانه الطبيعي فوق حتى دخول فترة التزاوج. عندئذ أخواننا قد تمكنا من تأليف الذكر والأنثى مع بعض، ومن ثم نبدأ في إدخال الذكر إلى قفص الأنثى، وإن شاء الله سوف نرى الذكر والأنثى وقد توالفا بشكل تام. وهذه إخواني نصيحتنا لنجاح تزاوج ذكر الحصون والأنثى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.